السلام عليكم. بعد معاناة مع سامسونج في الفئة الاقتصادية، جه الاي 07 وحل المشكلة دي بالنسبة لسامسونج. أداء ممتاز في فئته السعرية مع سعر $100 أو ما يعادله بالمصري 5000 أو 5 إلا 100 أو 5 و100 على حسب النسخة. ومن خلال تجربتي هقول لك أنصحك تشتري الموبايل ده ولا لأ. لكن لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا. بالنسبة للتصميم، عندك كاميرات في النسخة دي جاية عن النسخ اللي فاتت كلها. حاطين الكاميرات جوه، يعني جوه اطار كده مدي شكل ولمسه جماليه افضل من الشكل اللي احنا متعودين بيه من سامسونج. اما بالنسبه للخامات فالخامات جايه من البلاستيك، ودي شيء متعودين بيه في الفئه الاقتصاديه. اما بقى الظهر فيه لمعه كده، بس خلي بالك اللمعه دي بالموبايل بيبصم بسرعه الصاروخ. من خلال تجربتي اقل حاجه هتبصم في ظهر الموبايل. وكمان بالنسبه في فتحه ال3.5 ملي والبصمه في زرار الباور. اما بقى الشاشه، هنا الموبايل مفيش اي تغيير عن النسخ. حواف كبيره والنوتش مفيش اي تغيير عن النسخ غير تغيير واحد بس عن النسخه اللي هي الاي 06، وهو بيدعم تردد 90 هرتز. اما الشاشه هنا بتيجي من نوع بي ال اس ال سي دي، حجم 6.7 انش بدقه اتش دي بلس. لكن المتميز هنا عن النسخه اللي فاتت ان هي بتدعم ال 90 هرتز. وتحت اشعه الشمس هتديك تجربه مرضيه. أما مشاهدة المحتوى جيدة، بل تكاد ممتازة في الفئة الاقتصادية. بقى بالنسبة لنقطة الأداء والمعالج، فليه الموبايل ده بنسميه ملك الفئة الاقتصادية أو أفضل هاتف في الفئة الاقتصادية؟ وهو بسبب معالج هيليو جي 99. وأول مرة المعالج ده ينزل في موبايل بالسعر ده. يعني الموبايل ده كده بالنسبة للمعالج اللي فيه، لأ، هو ملك الفئة الاقتصادية، ملك الفئة اللي هي من 5 ل 7000 جنيه. فهو كده افضل معالج موجود في الفئه دي، وهو الهيليو جي 99. اما نسخ الهاتف بتتوفر عندك 464 و4 128 و6 128. ولو هتقول لي هنصحك بالنسخه الستة. اما الموبايل بينزل باندرويد 15 مع واجهه وان يو اي 7. والمعالج زي ما انا قلت يعتبر نقطة من نقاط الموبايل. المعالج مع تردد الشاشة اللي هو 90 هرتز هيديك اداء افضل في الفئة الاقتصادية. كمان في الالعاب كفئة اقتصادية هيديك افضل اداء في فئة، يعني افضل اداء في فئته، مش افضل اداء كهاتف لكن افضل اداء في الفئة السعرية دي. اما بقى بالنسبة للكاميرات، الكاميرات بتيجي الكاميرا الاساسية بدقة 50 ميجا بكسل ومعاها كاميرا 2 ميجا بكسل دي مساعدة للعزل. اما السيلفي، وبالنسبة لي دي عيب من عيوب الموبايل، كاميرا 8 ميجا بكسل. والتصوير اداؤه اقتصادي، لكن في المعالجة ممكن يعوض اداء التصوير شوية. لكن خلينا نكون منصفين، تصوير اداء اقتصادي يعني مش هيديك افضل تصوير. يعني انت لو هتشتري الموبايل ده مخصوص للتصوير، لا، مش هنصحك بيه لو هتشتريه للتصوير. اما بقى بالنسبة للبطارية، البطارية بتيجي 5000 ملي امبير، وهنا بتديني من خلال تجربتي اداء يومي ممتازة، بتقضي معاه اليوم كامل. ومن خلال التجربة، لا، البطارية دي حاجة كويسة، وبيدعم سرعة شحن 25 واط. لكن النقطة اللي مش كويسة ومن بقت من سلبيات سامسونج، العلبة ما بيجيش فيها غير الوصلة والموبايل، ومفيش شاحن، وحتى الجراب مفيش جراب. اما بشكل عام في الشبكات والاداء مرضي جدا بالنسبة للفئة السعرية دي. لكن الفئة السعرية دي مرضي، لكن خلي بالك حط في حساباتك ان انت هتشتري شحن. اما كفئة سعرية بقى، الموبايل ده متفوق على معظم الهواتف في فئته السعرية. لو هتشتري الموبايل عشان الفئة السعرية دي، انا هنصحك بالموبايل ده. اما لو في امكانيات لاعلى، لا، ممكن نتكلم على موبايلات تانية حتى من سامسونج وغير سامسونج، لان الموبايل ده يعتبر مفيش منافسة ليه في الفئة دي غير بعض الموبايلات من انفينكس. بالنسبة لي أنا يعني مفيش شركة هتنافس الموبايل ده في الفئة الاقتصادية دي أو في الفئة السعرية دي غير موبايلات انفينكس، لأن هي اللي بتديك ممكن شاشة أفضل شوية، صوت أفضل شوية، لأن الصوت في الموبايل ده برضو بيجي مونو. أما الموبايل ده برضو بيجي فيه ميكروفون عزل الضوضاء. أما بالنسبة لنسخ الهاتف في مصر، النسخة الأربعة 64، الأربعة رام مع ذاكرة 64 هتلاقيها في رينج الأربعة 800. والنسخة الأربعة 128 هتلاقيها في جو ال5700. أما النسخة ال128 مع 6 جيجا رام هتلاقيها في 6200 600. وده أسعار نسخ الهاتف. أما بقى بالنسبة لمميزات
وعيوب الهاتف هنقول لك على مميزات الهاتف الأول. أرخص موبايل بيشتغل معاك بمعالج ميديا تك جي 99، وده هيضمن لك أداء جيد بالنسبة للفئة السعرية دي. وعندك تحديثات سامسونج معاك لمدة 6 سنين، وسرعة الشحن اللي هي 25 واط هو مقبولة في الفئة السعرية دي. والبطارية هتديك أداء كويس بالنسبة للأداء اليومي. وكمان عندك هيدعم معاك الشريحتين وكارت الميموري. أما عيوب الموبايل بقى، أول حاجة مش هيدعم معاك خاصية NFC، وراس الشاحن مش موجود في العلبة، ودايما دي بالنسبة لي عيب من عيوب شركة سامسونج. والشاشة كانت تكون أفضل لو فول اتش دي بلس، دقة الشاشة نفسها كانت تكون فول اتش دي بلس، وخاصة احنا بنشوف الدقة دي في فئة الاقتصادية موجودة. لكن في النهاية هقول لك، لو انت في السعر ده محتاج موبايل في السعر ده، فمفيش مشكلة ان انت تبص على الموبايل ده. ولو هتاخد بنصيحتي هقول لك افضل ان انت تشتري الموبايل لو في الحدود السعرية اللي احنا اتكلمنا فيها. لكن لو هترفع اعلى من كده، لا، في موبايلات افضل من كده بكتير. لكن هو في النهاية هقول لك، الموبايل ده بالنسبة لي صفقة أو ملك الفئة الاقتصادية بسبب المعالج اللي موجود فيه مع تردد الشاشة 90 هرتز. لا، هيديك أداء سلس، وهيديك حتى كمان على بابجي 60 فريم. فأنا بالنسبة لي الموبايل ده صفقة في الفئة الاقتصادية. وفي النهاية لو استفدت من الفيديو ما تنساش لايكك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس.